العلاقة بالخبز غريبة ووثيقة بالمغرب، فمن سافر أو هاجر الأوطان خرج من أجل طرف ذي الخبز، ومن احتج أو ثار في وجه مشغله أو أي مسؤول ينعت بأنه شبع خبز، ومن كان ظريفا إلى أبعد الحدود إلى حد السذاجة ينعت بن خبز ربي فطبقوا، ومن كان شاطرا إلى درجة عالية في المكر ينعتونه بخبيزت، ومن وضع الخير في غير أهله أو في غير مكانه، وكان رجعه عليه بالذم يردد: ضربني أخبزي. وتقول الأم للابن من حين لاخر: الله اسهل عليك، فشي خبيزة باردة. وفي الحب والقناعة بالبسيط يقال خبز زيتون إلى جعنة. وفي الأحياء بالمدينة تسمع المنادي كل صباح: خبز كارم، الله أرحم الوالدين. وحين يجد المغارب الخبز في الطريق يبوسونه ويضعونه في مكان بجنبات الطريق، وحين تنطق كلاما غير لائق ينعتونك بأنك تتخبز أو غي تتعجن. ومن يأكل الخبز كثيرا ينعتونه ببوكرش، ومن اشتهر بأكل خبزة يوميا في العمل ينعتونه بأبو خبزة.